أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي الهادي الأمين، وآله وصحابته والتابعين وتابعيهم بخير وإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي طلبة حفظ كتاب الله، وأقدم لكم سلسلة الدراية في معرفة تالية الآية، وهي مجموعة من الدروس التي تساعد بإذن الله تعالى على تثبيت الحفظ عن طريق دراسة المتشابهات اللفظية في القرآن الكريم. وأسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، اللهم آمين. أيها الإخوة والأخوات، ومع الدرس الثالث من سلسلة الدراية في معرفة تالية الآية، مع الآية رقم 4 من سورة الفاتحة، والتي تنتهي بلفظة الدين. وقد تشابهت هذه الآية في نهايتها مع 19 آية أخرى تنتهي بنفس اللفظة، وحتى نكون على دراية بما يكون بعد لفظة الدين في كل موضع من هذه المواضع سنتعرف عليها في هذا الدرس إن شاء الله تعالى. ونقسم هذه المواضع إلى عدة أقسام. هي أولا المواضع التي سبقت فيها كلمة الدين بكلمة يوم مكسورة، هكذا يوم الدين، وعددها 6 مواضع. أولها في سورة الفاتحة في الآية رقم 4 في قوله تعالى مالك يوم الدين، جاء بعدها إياك نعبد وإياك نستعين. الموضع الثاني في سورة الحجر في الآية رقم 35 في قول الله عز وجل وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، جاء بعدها قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. الموضع الثالث جاء في سورة صاد في قول الله عز وجل في الآية رقم 78 وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، جاء بعدها قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. الموضع الرابع في سورة المعارج في الآية رقم 26 في قول الله عز وجل والذين يصدقون بيوم الدين، جاء بعدها والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. الموضع الخامس في سورة المدثر في الآية رقم 46 في قول الله عز وجل وكنا نكذب بيوم الدين، جاء بعدها حتى
حتى أتانا اليقين. الموضع السادس في سورة المطففين في الآية رقم 11 في قول الله عز وجل: الذين يكذبون بيوم الدين. جاء بعدها: وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. القسم الثاني المواضع التي سبقت فيها كلمة الدين بكلمة يوم مفتوحة، هكذا: يوم الدين، وعددها 3 مواضع. أولها في سورة الشعراء في الآية رقم 82 في قول الله عز وجل: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. جاء بعدها: رب هب لي حكما. الثاني في سورة الواقعة في الآية رقم 56 في قول الله عز وجل: هذا نزلهم يوم الدين. جاء بعدها: نحن خلقناكم فلولا تصدقون. الثالث في سورة الانفطار في الآية رقم 15 في قول الله عز وجل: يصلونها يوم الدين. جاء بعدها: وما هم عنها بغائبين. القسم الثالث المواضع التي سبقت فيها كلمة الدين بكلمة يوم مضمومة، هكذا: يوم الدين، وعددها 4 مواضع. أولها في سورة الصافات في الآية رقم 20 في قول الله عز وجل: وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. جاء بعدها: هذا يوم الفصل الذي. الثاني في سورة الذاريات في الآية رقم 12 في قول الله عز وجل: يسألون أيان يوم الدين. جاء بعدها: يوم هم على النار يفتنون. الثالث في سورة الانفطار في الآية رقم 17 في قول الله عز وجل: وما أدراك ما يوم الدين. جاء بعدها: ثم ما أدراك. الموضع الرابع في سورة الانفطار أيضا في الآية رقم 18 في قول الله عز وجل: ثم ما أدراك ما يوم الدين. جاء بعدها: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. القسم الرابع المواضع التي سبقت كلمة الدين فيها بكلمة له، وهما موضعان. أولهما في سورة الزمر في الآية 2 في قول الله عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين. جاء بعدها: ألا لله الدين الخالص. الثاني في سورة الزمر أيضا في الآية رقم 11 في قول الله عز وجل: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. جاء بعدها: وأمرت
لأن أكون أول المسلمين. القسم الخامس: المواضع التي سبقت فيها كلمة الدين بحرف الباء، هكذا بالدين، وعددها 3 مواضع. أولها في سورة الانفطار في الآية رقم 9 في قول الله عز وجل: كلا بل تكذبون بالدين، جاء بعدها: وإن عليكم لحافظين. الثاني في سورة التين في الآية رقم 7 في قول الله عز وجل: فما يكذبك بعد بالدين، جاء بعدها: أليس الله بأحكم الحاكمين. الثالث في سورة الماعون في الآية رقم 1 في قول الله عز وجل: أرأيت الذي يكذب بالدين، جاء بعدها: فذلك الذي يدع اليتيم. القسم السادس والأخير: الموضع الذي سبقت فيه كلمة الدين بكلمة ليا، وهو في سورة الكافرون في الآية رقم 6 في قول الله عز وجل: لكم دينكم ولي دين، جاء بعدها: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح،